بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشتوني كتير كتير، وحشتني تعليقاتكم الحلوه ودعواتكم الجميله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا بقالي فتره كبيره ما صورتش وما نزلتش فيديوهات معاكم، يعني داخله على شهر كده، فأتمنى تكملوا بقى الفيديو معايا كده للآخر. قلت أبدأ معاكم بحاجة حلوة كده وسهلة وبسيطة. هنسمي بسم الله ونخش على الفيديو بتاعنا. بس لو انت أول مرة تزوريني وأول مرة تخشي عندي، ياريت تشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي زر الجرس عشان كل جديد ننزله يوصل لكم بيه إشعار على طول. وأتمنى تتابعوني دايما على طول وتشاهدوا فيديوهاتي. حطوا لايك واكتبوا تعليق حلو ودعوة حلوة من قلبكم. اخواتي وحبايبي في الله، ربنا يبارك فيكم جميعا ويصلح حالكم، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده هنبتدي الفيديو بتاعنا بحاجة حلوة وسهلة وبسيطة خالص، واول مرة اعملها معاكم. هنعمل الزلابية. اكيد كلكم عارفين الزلابية سهلة وبسيطة خالص، ومقاديرها سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. اول حاجة هنبتدي بيها الشربات بتاعها، لازم نعمله هو الاول عشان خاطر الشربات بتاعها بيكون بارد. يعني الزلابية لما تطلع كده بعد ما تقليها وتخلصيها وتكون سخنة، تنزلي بيها في الشربات وهو بيكون بارد. فبنعمل الشربات الاول وبعدين نكمل بقى ايه، نبدأ العجينة بتاعتنا. الشربات بتاعنا عبارة عن 3 كوبايات من السكر، 3 مجات بالمج اللي انتوا شايفينه ده، 3 مجات سكر، ومجين 2 من المية، وعصرة ليمونة، وظرفين 2 فانيليا. بس الفانيليا هنحطها في الاخر خالص. هنسيبها حوالي ربع ساعة على النار من غير ما نقلب ولا نحط معلقة فيها ولا اي حاجة، حوالي ربع ساعة. وبعدين نطفي عليها ونسيبها تبرد وتهدى بقى براحتها لحد ما نخلص الزرابية بتاعتنا. معايا هنا مجين 2 من الدقيق ونخلتهم زي ما انتوا شايفين كده. هما مجين 2 مش اكتر. المجين دولت هيرمولي كمية كبيرة جدا، هيعملوا لي حوالي طبقين كبار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. دي حوالي معلقه من لبن البودره. هي يعني مش موجوده، مش لازم تحطيها في العجينه بتاعتنا، بس هي كانت عندي. بس هو لبن البودره بيعزز طعم اي معجنات، يعني بتضيفي ليه بيخلي طعم المعجنات حلو يعني. فانا بصراحه هما كانوا شويه، حوالي يجي معلقه كبيره هما اللي كانوا عندي، فقلت احطهم يخلوا طعم العجينة بتاعتنا حلو كده. المقادير بتاعتنا بتاعت الزلابية: كوبايتين 2 من الدقيق او مجين 2 زي اللي انتوا شفتوه ده، 3 معالق من النشا كبار من اللي هي بتاعت الاكل، ومعلقة خميرة، ومعلقة بيكنج باودر او كيك شيف، وظرف فانيليا، ونص معلقة ملح، والمعلقة اللي انا حطيتها اللي هي لبن البودرة او لبن البودر، بس مش اكتر من كده. يبقى معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر او كيك شيف، وهنحط كمان معلقتين سكر اهم اخر حاجة. معلقتين سكر، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، ظرف فانيليا، نص معلقة ملح او ذرة ملح، معلقة كبيرة لبن بودرة. لو مش موجودة ما فيش مشكلة. في الاخر خالص هنحط ايه، معلقتين، حوالي معلقتين 2 زيت بس مش اكتر. يعني لو عايزة تعايريهم بالمعلقة عايريهم بالمعلقة. ونقلب كل المكونات بتاعتنا كده. ومعايا ايه، مج ميه فتره. بصوا بقى، هما المجين الدقيق المفروض كانوا خدوا مج واحد ميه، انا حطيت مج وربع، فهي جت معايا سايله شويه. فعشان بقى للامانه يعني، عشان ما تطلعش معاكم سايله وتدوخوا في التقطيع زي ما دوختني كده في التشكيل يعني، مج واحد بس ميه تمام. هي لازم تكون يعني ماسكه نفسها عن كده. انا بقى يعني ايه، بصراحة كمان كنت بقلب بالمضرب، فحسيتها ان هي تقيلة في ايدي يعني بالمضرب. اما لو انا كنت بعملها بايدي كنت هحس بيها اكتر. انا حطيت مج وربع من المج اللي انتوا شايفينه ده، بس هي كان عدلها مج واحد بس.
فما فيش مشكلة عادي خالص، وطلعت حلوة وجميلة وهشة وخفيفة وبتقرمش وزي العسل. بصوا بقى بوريكم يعني ان كان عندي مواعين كنت طبخة امبارح، وكان البوتاجاز بتاعي كان متبهدل والمواعين بتاعتي كانت كلها وسخة والمطبخ كان يضرب يقلب. قبل ما ابدأ معاكم كده بدأت معاكم بالعجينة بتاعتنا بتاع الزلابية، قلت عبال ما تختمر هنعجنها الاول ونركنها، بس ما حبيتش اوريكم المنظر بقى بتاع المطبخ والمواعين وكده. قلت لا مش من اول فيديو كده هدخل عليكم بالمواعين وشغل المطبخ. فالمهم ايه، انا عجنت العجينه وغطيت عليها بالصينيه، بس صينيه كبيره كده بتاعت شاي، وحطيتها في فرن البوتاجاز. ايوه هي الصينيه دي، حطيتها في فرن البوتاجاز لحد ما خلصت بقى المواعين بتاعتي، كانت اطباق وكوبايات والحاجه اللي انتوا شايفينها ديت والبوتاجاز، وشطبت المطبخ وظبطته. وبعدين بقى ايه جينا للعجينه بتاعتنا، رحت بقى ايه مفرغه الهواء منها زي ما انتوا شايفين كده بالكبشه، وجبت الكيسه دي كيس التلاجة او الكيس بتاع اللبن، حطيت فيه حوالي معلقه زيت كده عشان خاطر يعني العجينه ما تمسكش فيه. بس بصراحه انا ما استعملتهوش يعني ما عرفتش اتملكه يعني. فانا بعد ما عبيت فيه العجينه ما اشتغلتش بيه، اشتغلت بالمعلقه، وهتشوفوا دلوقتي. ما شاء الله الزلابيه بتشرب زيت يعني. عايزه اقول لكم ان هي خلصت الازازه الزيت اللي انتوا شفتوها دي. انا حطيت ازازه الا ربع، كنت سايبه حوالي ربع الازازه في الحله يسخن، والربع اللي فاضل انا فضيته في الاخر خالص، هتشوفوه برضو دلوقتي واحنا بنرد الزلابيه تاني مره. قلت هفتحه فتحه بسيطه من هنا كده، بس عشان العجينه كانت سايله معايا، هي اللي خلتني ان انا معرفش اقطع اشكل من الكيس. ده تشكيل المعلقه، هي كشكل مش مدوره، وشكلها جميل وشكلها حلو زي اللي بنشوفها. بس عايزه اقول لكم في الطعم، والله العظيم في الطعم مش عايزه اقول لكم، من قلبها من جوه هشه وخفيفه خفيفه، وطعمها جميل تحفه. اهم حاجه العجينه ما تكونش سايله زي ما انتم شايفينها معايا سايله ازاي. هي بقى دي كانت عايزه حبه دقيق كمان، بس مش اكتر من كده، كانت عايزه تزود دقيق كمان. بنولع على الزيت يسخن، ولازم أن يكون زيت غزير، عشان كده انا حطيت في الحله مش في الطاسه. بصوا شويه اللي اتفضلوا من ازازه الا ربع، انا صفيتهم على فكره، انا صفيتهم عشان بيبقى في حتت كده مكان الحتت من العجين وكده وتبقى محروقه. فانا صفيت الزيت ورجعت رديته تاني في الحله، وجبت بقيه الازازه الزيت فضيتها واستنيت عليه لما سخن، ورجعت رديت الزلابيه بتاعتنا تاني في الزيت عشان تبقى مقرمشه وجميله. مش حباها تبقى مقرمشه خلاص، هي اول قليه وخلاص على كده. لو انت مش حباها تكون مقرمشه. ومعايا الشربات بقى كان بارد خالص اهوت، بطلع بصوا من الحله على طول من الزيت على الشربات. بس كده، وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ودي الزلابيه بتاعتنا، واتمنى تتابعوني دايما وتشاهدوا كل فيديوهاتي. استنظروني بقى ان شاء الله في فيديو جديد على خير. يا احلى اخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم جميعا ويصلح حالكم، متحرمش منكم ابدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه يا احلى اخوات في الدنيا.